السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانا جبت لكم صراحه الدواء ديال الجرثومه الحلزونيه ديال الدرق. هذا الدرق هذا تبارك الله راه كان كله عامر، وزعما ما عياو جربوا داك الصابون البلدي داك السائل بلا ما نذكر الاسم ديالو راكم عارفينه، جربوا الزيت، جربوا بزاف ديال الحوايج. ولكن صراحه مني بحثنا على واحد الدواء ولقينا انه فعال، وقررت انني نشاركه معكم. ها هو نتوما غادي تشوفوه، ها هو سميتو كيماكس. كيف كتشوفوا كاين هذا وكاين كيمابان. هذا راه كيقتل الجرثومه الحلزونيه صراحه، وجربوه ياك الدريسي، وانه فعال زعما. كديري مده الطريقه ديالو. كديري كاس البومبا ديال الرشه. شحال فيها البومبا من يطرو؟ شي 6 يطرو تقريبا. كاس. بالنسبه للطريقه كيديروا كاس من هاد الدواء، كيديروه في بومبا تقريبا، بومبا ديال الرشان راكم عارفينها الناس اللي كينتجوا تما هاد الماده هذه ديال الصبار او ديال الدرق. صراحه اللي تحرمنا منه الله يعوضنا خير. كان عندنا في واحد الطريقه كثير، ودابا كنشوفوه نقص، وحتى الكرموز ديالو راه غلا بزاف، يعني هذوك الثمار ديالو ولاو غاليين بزاف. فكتاخذوا كاس من هاد اري لي اختي ديك القرعه، كتاخذوا كاس من هاد الدواء هذا صراحه راه فعال وزوين. كترشوا به مره واحده في النهار الدريسيه، مره واحده كترشوا به. كترش مره واحده لمده 15 يوم تعاوديه ثاني. كترشوا مره واحده كيف سمعتوها مده ديال 15 يوم كتعاودوه ثاني. راه فعال صراحه، والله يعفو علينا من هاد الجرثومه هذه. كيف كتشوفوا انهم حتى الدرك تبارك الله مرات خويا راه منقيه مزيان، الله يعطيها صحيحتها، وحيدت ليه الربيع من الجناب وداكشي. وواحد النصيحه باش الدواء انه يقضي، خاصكم تجبدوا الربيع من التحت وتنقيو الدرق من الا كانت فيه شي درقه خامجه ولا كانت مصابه بهاد الحشره هاد القرمزيه هذه. الا كانت مصابه بزاف فخاصها تحيدوها من الجدر يعني، وتعاودي تحرق داكشي من الافضل، باش هكا كتحصلوا على نتيجه مزيانه في الدواء. ونتمنى انني نكون فدتكم بهذا الدواء هذا. تبقاو على خير الى فيديو قادم ان شاء الله.